احنا دلوقتي المفروض في اول سيشن تعتبر سيشن تعريفيه، مش هناخد وقت كبير فيها باذن الله، ومش هيبقى فيها حاجات كتير، لكن هي مهمه جدا بحيث ان انت تبقى عارف انت اصلا بتذاكر اساسيات برمجه ليه، وتبقى عارف ايه المفروض اللي هيحصل لك لو انت ذاكرت اساسيات برمجه، وايه المفروض ان هو يحصل لو انت ما ذاكرتش اساسيات برمجه. هحاول اجيب البورد ثواني. كان اسمها ايه؟ وايت بورد، اوبن بورد اهي. احنا دلوقتي البورد واضحه عندكم صح؟ البورد دي هم، تمام تمام. ماشي. تمام، واضحه كده اهو. المفروض دلوقتي ان احنا عندنا اساسيات البرمجه، انت ممكن تذاكرها باي لغه، انت ممكن تذاكر اساسيات البرمجه على فكره مش لازم بسي بلس بلس، بس هي سي بلس بلس من ضمن الايه الاختيارات القويه. انت ممكن تذاكر اساسيات البرمجه بسي شارب، ممكن تذاكر اساسيات البرمجه بجافا، بس طبعا مفيش حد عاقل ممكن يعمل في نفسه كده يعني. تمام. ممكن تذاكر اساسيات البرمجه كاساسيات عادي بلغه زي لغه مثلا ايه، حاجه اسمها روبي. تمام. ممكن تذاكر اساسيات البرمجه بحاجات كتير، لكن دول بالنسبه لنا المشهورين ماشي من الشمال لليمين الاولويه. طيب ليه الاولويه؟ المفروض دلوقتي ان سي بلس بلس تعتبر لغه عامه تقدر تخليك تفهم الكونسبتس بتاعت البرمجه كلها كاساسيات، وهنفهم يعني ايه اساسيات اصلا. يعني انا فضلت فتره عشان افهم يعني ايه اساسيات، احنا بنعمل كده ليه. تمام. هتفهم يعني ايه اساسيات. ممكن تذاكر سي شارب، دي يعني حاجه تبع مايكروسوفت. ممكن تذاكر جافا ماشي. فانا يعني انا حاليا انا باخد جافا في الكليه، بس يعني ايه ما ينصحش بيها للايه للاطفال يعني بلاش. تمام. وممكن تذاكر لغه اسمها روبي مش مشهوره قوي، لكن عليها الطلب برضه في سوق العمل. طيب انا دلوقتي كشخص لسه مبتدي، انا ليه ما ابتديش الاول؟ يعني المفروض ان انا دلوقتي في مسار اساسيات. تمام. اعذروني بقى عشان الكتابه هنا سيئه جدا. وفي مسار تاني تكنولوجي. الاساسيات ده مش بيفضل الاساسيات طول عمره، لا هو بيخلص الاساسيات بتاعته وبعد كده بيبتدي في التكنولوجي. طيب انا ليه ما اعملش سكيب للجزء بتاع الاساسيات ده واقوم جاي رايح على طول على التكنولوجي، اوفر وقت ومجهود وابتدي ايه افهم الدنيا. مثال بسيط عشان نبقى عارفين هي ايه الاساسيات. الاساسيات الحاجات اللي ما ينفعش حد يستغنى عنها خالص. يعني انت ممكن تذاكر حاجات توازي، بمعنى انك ممكن تذاكر تكنولوجي وتكون بتذاكر حاجه من الاساسيات. يعني انا بعمل كده، يعني انا قلت لكم في الاول ان انا بذاكر ايه، ان انا بذاكر داتابيزز، والداتابيزز دي انا الى جانب الموضوع بذاكر تكنولوجي، فالداتابيزز من الاساسيات والتكنولوجي عادي، يعني انا بذاكر باك اند بايثون. طيب في اساسيات ما ينفعش تتخطاها، يعني ما ينفعش تذاكرها توازي، ما ينفعش تقول انا هذاكر تكنولوجي واذاكر الاساسيات دي، لا. المفروض تركز عليها هي بس، لان هي هتساعدك اصلا في التكنولوجي اللي انت فيها. حاجات بقى زي ايه؟ انا دلوقتي الاساسيات المفروض تكون عارفها، السنتكس، وتكون شغال بلغه زي مثلا لغه سي بلس بلس ماشي. وقلنا اللغه مش هتفرق قوي، بس سي بلس بلس مشهوره جدا بالذات للبروبلم سولفرز، وهنعرف يعني ايه بروبلم سولفنج كمان شويه. طيب انا عندي دلوقتي الاساسيات بتاعت سي بلس بلس المفروض اكون عارفها، اكون عارف البيزك سنتكس، اكون عارف بيها. طبعا انا لو مش عارف اي حاجه عن البرمجه عادي، اكون عارف يعني ايه سنتكس، اكون عارف يعني ايه اف كونديشنز، اكون عارف يعني ايه لوبز. ما تحطش في دماغك اي حاجه من المصطلحات دي، انا بس بديك امثله. تكون عارف يعني ايه بعد اللوبز دي، تكون عارف يعني ايه داتا ستراكشر، داتا ستراكشرز باللغه ذات نفسها، ده الجاهزه مش اللي انت هتتعلمها. تتعلم السنتكس بتاع اللغه، وتتعلم حاجه اسمها الاو او بي. تمام. الاو بي مش لغه جديده او مش حاجه جديده في سي بلس بلس، لا. يعني انا دلوقتي لو مثلا ببني بيت، البيوت بتختلف من دوله لدوله، من مكان لمكان. فتلاقي مثلا البيوت في اوروبا تلاقيها ايه بشكل زي هرمي كده، البيوت عندنا في مصر لا احنا بنعملها بشكل مستطيل. ده انت ممكن مثلا تلاقي البيوت في بعض المناطق الساحليه مثلا تلاقيها مثلا عامل زي الكوخ كده. فكل مكان بيختلف في ايه في الاستراكشر بتاع البنى. طيب لو انا ببني ده من الخشب وده من الخشب وده من الخشب، هيفرق معايا بقى ده شكله هرمي ده شكله مستطيل ده شكله مش عارف ايه؟ لا مش هتفرق معايا. هي الاو او بي حاجه زي كده، الاو بي هي طريقه لكتابه الكود من ضمن الطرق كتير الموجوده. طيب انا اتعلمت سي بلس بلس واتعلمت او بي، المفروض اتعلم بعد كده ايه؟ والله المفروض اتعلم بعد كده حاجه اسمها داتا ستراكشرز. الداتا ستراكشر معناها ايه؟ انا دلوقتي البرمجه دي بتنقسم لايه؟ بتنقسم للجزء الاساسي اللي هو سي بلس بلس، المفروض بتعلم سنتكس وبتعلم ايه؟ بتعلم ازاي اتعامل مع البيانات. طيب البيانات دي واحده واحده هتكبر، هتبقى زياده جدا. يعني انا مثلا عندي ابسط مثال خالص بستخدمه كل يوم، اللي هو الايه؟ اللي هو سجل المكالمات بتاعي. سجل المكالمات بتاعي ده فيه اسم الشخص والرقم بتاعه، وفي مثلا لو انا حاطط له صوره او كده. الكلام ده كله عباره عن داتا، بيانات. اهم حاجه بالنسبه لنا في البرمجه عموما هي الداتا. تمام. فالداتا دي المفروض ان هي مع الوقت بتكتر، ومع الوقت بيكون لها اشكال متعدده. طيب لو انا عندي داتا مثلا عباره عن اسم الشخص، العنوان بتاعه، الجنس بتاعه ذكر او انثى، والوظيفه بتاعته، وشويه معلومات اضافيه مثلا الهوايات والكلام ده، دي على بعضها تعتبر بلوك. البلوك دي يعني ايه؟ يعني كتله على بعضها. الكتله دي بتحتوي على بيانات كتير. ازاي بقى اخزن البيانات دي بشكل سريع، بحيث ان انا مثلا في مثال كده مضحك انا يعني بيجي على بالي دايما، بقول ايه؟ بقول لو احنا عايشين في الصين وعايزين نعمل السجل المدني الصيني، فعشان اعمل حاجه زي السجل المدني الصيني، الصين تقريبا مليار و400 مليون باين. تمام. وبيزيد وربنا يعني ربنا يبارك لهم. دلوقتي الصين مليار و400 مليون، يعني 1.4 مليار. لو انا عايز اعمل لهم سجل مدني، فحاجه مش منطقيه خالص ان انا مثلا في شخص مثلا اسمه مش عارف كيم يونج مش عارف ايه، فانا عايز ادور على الشخص ده جوه قاعده البيانات. يعني ايه قاعده البيانات؟ يعني مكان مثلا نعتبر ان هو جدول فيه
اسامي كل الناس الصينيين الموجودين معانا في الدوله. طيب علشان اعرف ابحث عن كل الاسامي دي مصيبه كبيره. انا عشان ابحث عن مليار و400 حاجه، لا دي مصيبه كبيره. طيب علشان اعرف ابحث عن الناس دي بسرعه، الصينيين يعملوا ايه؟ الصينيين عندهم مهندسين متعلمين اساسيات، متعلمين داتا ستراكشر كويس، هيعرفوا يخزنوا البيانات بتاعه المواطنين الصينيين في داتا ستراكشر، يعني حاويه، يعني مثلا نعتبره صندوق بس بشكل مختلف. يعني التخزين ده بيكون بشكل مختلف. فانا بتعلم ايه؟ بتعلم ازاي اتعامل مع البيانات واخزنها واقدر ارجعها تاني وقت ما احتاجها بشكل سريع وفعال. فاللي ما اتعلمش الاساسيات هيبقى بسم الله ما شاء الله راح يتعلم مثلا سينتاكس للغه معينه، اللغه دي بتقول له والله انت عندك يعني داتا ستراكشر دي كذا حاجه كذا نوع. فاحنا مثلا قلت لك ان في اللغه اللي احنا بندرسها دي اللي بيديك الكورس قال لك والله احنا عندنا حاجه مثلا في بايثون اسمها ليست، فانت تفكر ان انا مش هخزن البيانات بتاعتي غير في حاجه اسمها ليست. انت ما عرفتش بقى ايه؟ ما عرفتش اي حاجه ثانيه غير الليست. لا ده في حاجات كتير بقى. يعني انت في حاجات عندك اسمها ايه؟ اسمها الباينري تري، باينري سيرش تري، في عندك الريد بلاك تري، دي كلها انواع من التريز. في حاجه عندك اسمها الهيب، في حاجات كتير قوي في الجوريزمات جوه الداتا ستراكشرز عشان تعرف تخزنها. فدي نقطه مهمه جدا. طيب بعد ما تخلص الداتا ستراكشرز هيبقى فاضل لك حاجه كمان الا وهي الالجوريزمز. اختصار يعني الالجوريزمز هي تقدر تقول طريقه تفكير. يعني من ضمن الالجوريزمز المشهوره يعني حاجه اسمها الباينري سيرش. تمام؟ الباينري سيرش ده من ضمن التوبكس اللي انا بحبها جدا، لدرجه ان انا اصلا يعني بشرحه على القناه بتاعتي من كتر حبي فيه. تمام؟ الباينري سيرش هو يعتبر الجوريزم يختص بايه؟ يختص بالسيرش. بمعنى دلوقتي ان انا لو عندي مثلا لسته من الارقام، ولنقل مثلا 1 7 3 5 2 1 4 كمان. تمام؟ انا لو عندي الليسته دي من الارقام وقلت لك ايه؟ قلت لك بص كده شوف هل 5 فيهم، هل رقم 5 فيهم. فانت انت كبشر هتعمل ايه؟ انت كبشر هتيجي هنا هتقول والله هل الواحد بيساوي الخمسه؟ لا دي مش ايه؟ دي مش خمسه. طيب هل السبعه بتساوي الخمسه؟ لا. طيب هل الثلاثه بتساوي الخمسه؟ لا. هل الخمسه بتساوي الخمسه؟ لا. طيب ماشي، انت كده خدت كام خطوه علشان تلاقي الرقم 5 ده موجود ولا لا؟ خدت 1 2 3 4 خطوات. طيب لو قلت لك هل رقم 4 موجود ولا لا؟ فانت هتمشي ايه؟ هتمشي زي ما قلنا، هل ده رقم 4؟ لا. هل ده رقم 4؟ لا. هل ده رقم 4؟ لا. هتفضل ماشي لحد اخر الليسته لحد ما ايه؟ تلاقي ان رقم 4 في الاخر. يبقى انت مشيت قد ايه؟ مشيت قد 1 2 3 4 5 6 7. مشيت 7 خطوات علشان ايه؟ علشان تلاقي رقم 7 رقم 4. طيب لما نيجي بقى يعني دي عن طريقه واحد مش عارف حاجه اسمها باينري سيرش. طيب لو واحد عارف باينري سيرش المفروض ان هو يعرف يقوم جاي يعمل ايه؟ يقول لك والله انا هاجي ارتب الاري ده او ارتب الليسته دي. فالليسته دي انا عندي واحد هرتبها ايه؟ تصاعدي يعني النص الكبير، واحد اتنين بعد كده تلاته بعد كده اربعه بعد كده خمسه. تمام؟ انا دلوقتي وبعد كده سبعه. انا دلوقتي رتبت الليسته دي. الباينري سيرش هيعمل لي ايه؟ الباينري سيرش هيقوم جاي عامل قاسم الليسته دي نصين، ويقوم جاي مثلا يقول لك ايه؟ يقول لك انا هقف عند النص. المفروض الرقم اللي في النص هو مين؟ هو 3. فهقول الثلاثه اكبر انا بدور على مين؟ بدور على الاربعه. الثلاثه اكبر من الاربعه ولا اصغر من الاربعه؟ والله الثلاثه ماشي اصغر من الاربعه. فالمفروض ان الاربعه دي تكون على يمين الثلاثه ولا على شمال الثلاثه؟ يعني رقم 4 ده انا شفت عند الثلاثه هنا اهي، هل رقم 4 ده اكبر من الثلاثه ولا اصغر من الثلاثه؟ لا هو اكبر من الثلاثه. يبقى مستحيل ان يكون رقم 4 في الجزء ده من الليسته. ليه؟ علشان انا مرتبها. فالمفروض انا برتب من الصغير للكبير. يبقى دايما الرقم اللي بعد الرقم ده، يعني انا واقف، لو انا واقف عند الرقم ده يبقى كل الارقام اللي على يمينه اصغر منه، وكل الارقام اللي على شماله، كل الارقام اللي على يمينه عفوا اكبر منه، كل الارقام اللي على شماله اصغر منه. فبالتالي انا بحاول الاقي مين؟ بحاول الاقي 4. فانا قلت هقسم الليسته نصين واقف عند الرقم اللي في النص. الرقم اللي في النص عندي 3، هل هو بيساوي 4؟ لا. طيب هو اكبر ولا اصغر من الاربعه؟ لقيت ان هو اصغر من الاربعه. معنى كده ان كل الارقام اللي على شماله اصغر هي كمان من الاربعه، فالغيها من البحث. وبعد كده اقسم الليسته واعمل نفس الموضوع. فانا المفروض ان انا هلاقي 4 بشكل فعال اكتر بكتير من ان انا امشي على الليسته كلها. فدي حاجه من ضمن الالجوريزمز. يبقى احنا قلنا ان احنا المفروض بنتعلم اساسيات البرمجه لاهداف كتير جدا هتفهمها قدام. لما تيجي تتعلم تكنولوجي صدقني هتحس فرق شاسع عن اي حد لسه ما اتعلمش اساسيات برمجه. انت ممكن مثلا كورس معين، يعني كورس البايثون بتاع الزيرو ده مثلا هو مش عارف باين 152 حلقه، انت هتلاقي نفسك مثلا خلصت لك بتاع 70 80 حلقه في الاول كده بسرعه في السريع. اللي هو ايه؟ لانك عارف الكلام ده كله. هو بيتكلم عن كونديشنز، بيتكلم عن لوبس، الكلام ده كله بيتكرر في كل لغات البرمجه باختلاف السنتكس، حاجه بسيطه خالص بتتبدل. فديا اهميه انك تتعلم اساسيات في العموم. الاساسيات زي ما قلنا سي بلس بلس والاو بي بتاعها، وبعد كده تتعلم باذن الله داتا ستراكشرز، وبعد كده تتعلم الجوريزمز. تمام؟ لحد هنا في حد عنده اي تساؤل في اللي احنا قلناه ده؟